السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناة شانيل سعدية. كنتمنى في الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة ديال تحضير الفقيقسات هكا اللي كيكونوا مالحين كيجيو رائعين. عندي هذا بالسودانية بالحار وهذا بالزعتر وبالبوافو، وانتم كتنكهوا بالنكهه اللي بغيتو، اي نكهه بغيتو ديروها فيهم كديروها فيهم، المهم هو العجينه ديالهم. وعندي هادو بالفرماج احمر كيجيو زوينين حتى همايا. وخليكم مع المقادير والطريقات. فنبداو على بركه الله. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو. عندي هنايا فرماج احمر محكوك، عندي 250 غرام ديال الزبده لذة، 6 ديال الفرماجات، 2 معالق كبارين ديال الموطارد، معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي واحد نص معلقه ديال الابزار. فغنخدم هاد الزبده والفرماج مزيان مع الموطارد مزيان حتى يذوب ليا الفرماج. من بعد ما غيذوب ليا الفرماج كما كتشوفوا غادا نزيد عليهم كاس ديال الزيت، وغندخل هاد الكاس ديال الزيت مزيان. غنبقى نخلط فيهم مزيان حتى نحس بالزبده دابت ليا هي والفرماج مع الزيت، ما يبقاوش هذاك الكريكيبات ديال الفرماج. كما كتشوفوا غنبقى ندخل في هاد الزيت مزيان، وغنزيد 2 بيضات. من بعد ما غسلت البيض غادا نهرس 2 بيضات وغندخلهم حتى همايا كما كتشوفوا، غندخلهم على هذا الشكل هذا حتى يندمجوا ليا مع المكونات. وغنزيد دانون مسوس، اي دانون مسوس كما بغى يكون يعني المهم يكون طبيعي مسوس صافي. وغندخلو مع الزبده والبيض والزيت والفرماج مزيان كما كتشوفوا. غنخلطهم مزيان وغنضيف كاس ديال العنبه ديال الماء. وهاد العجينه هذه ما كتبغيش تدلك، يعني هي كتدخلي فيها الطحين بشويه حتى كتجمع ليك. غنضيف الكاس ديال هذا الكاس ديال العنبه ديال الماء كما كتشوفوا. غنخلطهم شويه هكايا صافي. انايا عندي راه الطحين راني غربلت الطحين، عندي هنايا الطحين غربلته. وغنضيف نص معلقه صغيره ديال الخماره، ما غنضيفش الخماره كامله ولكن غنضيف نص معلقه هكا صغيره، قولي هكا كراس ديال المعلقه صغيره ديال الخماره كما كتشوفوا. وغنبقى ندخل الطحين غير بشويه حتى غندخل هذاك الطحين كامله صافي. دابا غنبقى ندخل في الطحين كما كتشوفوا. انا عندي الطحين هنايا راه مغربل، كنبقى ندخل فيه بشويه حتى وكنتجمع عندي العجينه. هي بحال العجينه ديال الصابلي، ما كتبغيش العجين، ما كتبغيش زعما تدلكيها يعني هي كتدخلي فيها الطحين بشويه حتى وكان تجمع كامله. هاد المكونات، هاد الخليط اللي عندي هنايا دخلت لي تقريبا شي كيلو ديال الطحين وربع، كيلو ربع تقريبا ديال الطحين اللي دخلت لي هاد العجينه هذه صافي. كما قلت لكم كنبقاو ندخلو غير بشويه ما دلكوهاش، غير شيشه هكا بشويه حتى كتجمع لينا العجينه كامله صافي. كنبقى نزيد بشويه حتى كنحس بالعجينه ما بقاتش كتلصق ليا كبحال العجينه ديال الصابلي ما كتبغيش تدليك. كنبقى ندير نرشيش هكا بالطحين بشويه حتى كنحس بالعجينه عندي صافي تجمعات وشدت راسها صافي. وكنخليها تقريبا ترتاح واحد 5 ديال الدقائق هكاك ولا 10 ديال الدقائق صافي. وكنهزها وكنقسمها على 3 وكنقسمها المهم على النكهات اللي بغيتو ديروا. اي نكهه بغيتو تنكهوا بها كتنكهوا بها. انا هذه غادا نقسمها غير على 3، بامكانكم تقسموها على 4، بامكانكم تقسموها على 5 ليبولات وكتنسموا كل ليبول وحده كتنسموا بها زعما النسمه اللي بغيتو. انا عندي هنايا العجينه غنخليها ترتاح تقريبا 5 دقائق. من بعد ما كما كتشوفوا خليت العجينه تقريبا واحد 10 دقائق هكاك، ما خليتهاش بزاف. هانتوما كتجي على هذا الشكل هذا كنقسمها على 3. نتوما بامكانكم يعني تقسموها على الشكل اللي بغيتو، شحال ما بغيتو ديروا. انا هنا غندير 3 ديال الشكيلات، غندير واحد بالزعتر وبوافو، وغندير واحد بالهريسه، وغندير واحد بالفرماج احمر صافي. غادا ناخذ هنايا الهريسه وغادا ندخلها في العجينه، وغادا نضيف واحد شويه ديال الطحين حيتاش العجينه عندي راه ماشي قاصحه صافي. غنضيف هاد الهريسه هذه كما كتشوفوا وغندير فيها ندير لها شويه ديال الطحين باش ما تبقاش تلصق ليا. غنرش واحد الرشيشه ديال الطحين حتى كندخل فيها الهريسه كامله. كما قلت لكم نتوما تشكلوا بالنكهه اللي بغيتو، يعني اي نكهه بغيتو ديروها كتقسموا العجين وكتنكهوا باش ما بغيتو صافي. انا غندير هذا بالهريسه حار
غندخل فيها كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، غندخلها حتى ما تبقاش تلصق ليا، حيت الحريصه راه كتكون مطلوقه كيكون فيها الماء. صافي وكنبقى نضيف بشويه طحين بشويه طحين حتى كندخلها كامله على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا كتبدل اللون ديالها كيولي احمر. هنا راه ما درت لها لا تحميره لا والو، غير هريسه. وعندي واحد غادي ندير فيه الزعتر، واحد غندير فيه تا هو الزعتر. غنحك هكا الزعتر هكا بيديا، عندي هنايا راه مشمش مكرمل. صافي غنحكو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنعاوتاني كيطحنوا مزيان مزيان تيطحنوا هكايا بالطحانه وكيبقى يرشو كيجي بودغ. انا كيعجبني هكايا فيها، كنحكو غير بيديا هكا كتلقى الريحه ديالو زوينه. صافي كندير حتى هي شويه ديال الطحين وكندخل في داك الزعتر كامله حتى كيدخل ليا. صافي وكنخلي هاد الثالثه هذه كنخليها هكايا كنديرها بالفرماج احمر. هذه كنطلق، هذه اللي كنطلقها طويله وكنرشها من الفوق، كندهن العجين من الفوق وكندهنها كنرشها بالفرماج احمر محكوك. صافي وكندخلها طيب. صافي كنخلي العجين بحال هكايا. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نبدا نقطع. غنبقى نحربل هاد اللي حارين والاخرين غادي نطبعهم بواحد المرشم صغيور. صافي وغادي نقطعهم ان شاء الله ونولي معاكم. كما غتشوفوا غنبدا انا دابا في الحار. عندي الفران راه سخون، شاعل الفران. وغادا ناخذ هاد ديال الحار. هذا ديال الحار كيقطع كيكون ساهل دغيا كيتصايب. كنرش واحد شويه ديال الدقيق، كنقطع عليه هكايا، كنقطع شويه، كنبقى نحربل على هاد الشكل هذا. كان الفران كما قلت لكم راه سخون، حيت هذا كان دغيا كندير لهم عين طيبه، ما كنخليش يطيب مزيان. تقريبا تياخذ لي واحد 10 ديال الدقائق في الفران. صافي وكنبقى نحربلهم على هاد الشكل هذا حتى كندير لهم كاملين بحال هكايا، وكنخليهم تقريبا نص طيبه كاملين. عاد كنسالي كنبدا نشد المقص، كنحط لاطه حدايا وكنبقى نقطع بالمقص مائل. كنبقى نميل المقص بالتقطيعه ديال المقص. صافي وكنبقى نقطعهم من بعد ما كيطيبوا ليا نص طيبه وكنخليهم حتى كيبردوا. هذيك الساعه صافي كنبدا نقطع فيهم. هذا كيجي ساهل دغيا كيتصايب. كاين اللي كيدير له كاملين بحال هكايا، زعما ما كانش عندك الوقت ولا شي حاجه كتديري لهم كاملين العجين كامل كديري له بحال هكا كتقطعيه بالمقص. انا هذا الشكل هذا ديال الحر غندير له هذا الشكل هذا، ولكن الشكل الاخر غادا نقطعو بواحد المرشم. وها نتوما غتشوفوني كي غندير. نتوما كما قلت لكم ها كيتشمعوا في الفران، كيجيو على الشكل هذا راه باقا رطبين. صافي كنخليهم نصبر عليهم هكا واحد 5 ديال الدقائق بما كيدفاو شويه. صافي كنشد المقص كنبقى نقطعهم على هذا الشكل هذا حتى كنكملهم كاملين. صافي وكنعاود نردهم للفران يتحمروا. كنبقى نقابلهم وكنحركهم حتى كيتقرملوا وكيتحمروا مزيان. صافي وكنخرجهم من الفران. هذا الشكل ديال الحار كنقطعوا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. هذا كيكون ساهل يعني دغيا كيوجد. من بعد ما كملتوا على هذا الشكل هذا كندخلهم للفران كنبقى مقابلاهم. كنبقى نحرك بواحد المعلقه ديال العود، كنبقى هكا نحرك فيهم نديهم ونجيبهم. كنشعل الفران من الفوق ومن التحت. صافي وكنخليه يتحمر مزيان. من بعد ما كيتحمر كنخرجوه ونوريكم كيفاش كيجي. من بعد ما كيخرجوا عندي في الفران كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنخليهم حتى كيتحمروا مزيان وكنشوفهم هكا كيوليو مقرمشين. صافي كنخرجهم من الفران. دابا ان شاء الله غندوز معكم اللي غادا نطبع دابا هي ديال داك المرشم الصغيور وتشوفوا حتى هو كي غيجي. انا عندي هنايا في الشكل الاخر ديال هذا المريشم اللي قلت لكم، المريشم الصغيور. كاينين هادو كيكونوا فيهم 3، كيكون فيهم الكبير والمتوسط والصغير. انا خديت هذا الصغير فيهم كاع، واخا كيشد شويه في الوقت هذا في الخدمه رانا مسرعه شويه الفيديو. من بعد ما طبعتهم كاملين كنحيد هذاك الزائد اللي كيكون ما بين وحده باش بلا من نخسر الشكل ديالهم. كنهز على داكشي اللي زايد. صافي وانا غادا نرشم بواحد شويه البوافو من الفوق لهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. انا نرشم كاملين، غندير فوقهم كل وحده غندير فوق البوافو شويه بامكانكم تطلقوه هكا فوق السيلباط اولا تطلقوه فوق الكاغيط ديال الزبده وتدخلوا الفران. نيشان هادو ما كياخذوش الوقت بزاف في الفران، تقريبا شي 10 دقائق هكا كيطيبوا كيتحمروا.
انا غادي ندخلهم دابا للفران، من بعد ما يخرجوا من الفران ان شاء الله نوريكم هذا هو الشكل ديالهم كيجيو زوينين. وهذا هما الاشكال اللي صايبت معكم. عندي هذا الحار، وهذا ديال الزعتر، وهذا ديال الفرماج. يعني خاص غير الفران يكون سخون، كندخل له هذا ديال الحار وكنبقى نحرك فيه حتى كياخذ هذا اللون الذهبي ديالو كما كتشوفوا، وكيتحمر مزيان وكيتقرمش. صافي كنخرجوا. هذا حتى هويا كيجيب النسمه ديال الزعتر. كما قلت لكم العجينه كتنسموها نتوما باي حاجه بغيتو، يعني اي بغيتو ديروها كديروها. هذا بالبوافو والزعتر، وهذاك بالفرماج ديال احمر كيجي حتى هو زوين. ونتمنى من الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا.